إذا كنت مهتما بمستجدات أشغال ملعب طنجة، فأنا متأكد أن أكثر سؤال يشغلك حاليا هو طبيعة المدرجات التي سيكون عليها الطابق الجديد. هذه المدارج وهذا الممر وهذه الأعمدة الضخمة تثير لديك الفضول حول الشكل النهائي لمدرجات ملعب طنجة. لماذا اختار المهندسون طريقة البناء هذه؟ وما هي دلالات كثافة الكتل الخرسانية في ملعب طنجة؟ مجلة المغربية تنشر تصاميم الملاعب التي يجري تحديثها، فهل هذه التصاميم تصاميم رسمية؟ وهل فعلا هذا هو سقف ملعب طنجة؟ سنقوم بمقارنة موضوعية وسنقدم لك الإجابة الشافية. كل هذه الأسئلة والمعطيات هي موضوع فيديو اليوم حول ملعب طنجة. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إلى هذا الفيديو الجديد من سلسلة متابعتنا لمستجدات الملاعب المغربية، حيث نحط الرحال اليوم بملعب طنجة الذي تتقدم فيه أشغال التوسيع ببناء المدرجات الجديدة التي تحل محل الحلبة المطاطية السابقة. الصور الجديدة للأشغال تكشف بعض الإشارات الخاصة بشكل المدرجات السفلية التي تثير الكثير من القيل والقال. هل ستشكل مدرجا واحدا مستقلا؟ هل ستشكل امتدادا للمدرج الأول السابق؟ أم هل سيتم تمديد المدرج السابق لمسافة معينة ثم مدرج صغير أسفله؟ كثرت التكهنات والتوقعات، وكل هذا في غياب التصميم الرسمي للملعب الذي بإمكانه حسم الأمور وغلق باب التكهنات. وعلى كل حال، فنحن ومن منطلق اهتمامنا بالموضوع نطرح وجهة نظرنا الخاصة التي لا تستند على مصادر رسمية ولا على رأي جهات مختصة، وإنما نتفاعل مع ما نشاهده ونقارن ونحلل ونعرض لكم وجهة النظر التي قد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ. بالعودة إلى الصور الجديدة، يبدو أن تركيز الأشغال يتم في الجهة الشرقية، والتي يمكن أن تعطينا إشارات عن شكل المدرجات الجديدة. سابقا قدمت مجموعة من الأدلة والإشارات التي تدل على أن الأشغال الجارية في ملعب طنجة منسجمة تماما مع التصميم المسرب، سواء من حيث الشكل الداخلي للمدرج أو وجود بوابتين خاصتين بالطوارئ بدل 4. الواضح من خلال هذا التصميم بخصوص عدد الطوابق هو وجود 3 طوابق بدل طابقين فقط، وهذا يعني بأن الأشغال تتجه نحو تجسيد هذا التصميم. وبالرجوع إلى الصور الجديدة سنلاحظ توقف أشغال هذا المدرج هنا، ثم يعلوه هذا الممر الذي يبدو أنه خاص بتنقل الجماهير بين المدرجات. وبالمحاذاة مع هذا الممر نجد هذا السور الخرساني الذي تم تشطيبه دون ملاحظة وجود القضبان الحديدية بالطول الذي قد يدل على دور يمكن أن يلعبه في بناء المدرجات المتبقية. وهنا تبرز أهمية هذه الأعمدة العملاقة التي يبدو أنه سيكون لها دور هام ومحوري في المدرجات المتبقية. فهذه الكثافة في القضبان الحديدية السميكة المشكلة لهذه الأعمدة لها دلالة واضحة بأن المدرج المتبقي سيكون محمولا فوقها دون أن تكون له أعمدة أمامية تسنده، أي أنه ربما سيتخذ وضعية البروز لبضعة أمتار تماما كبروز الطابق العلوي هنا. هذه الإشارات ليست خاصة بهذه المنطقة. جولة حول مناطق الأشغال في الجهة الغربية حيث المنصة الشرفية تظهر اعتماد نفس الطريقة. فهنا المدرج الصغير المتشكل من 5 مدارج، ثم ممر للجماهير، ثم هذا السور الخرساني الفاصل، وفوقه هذه الأعمدة الضخمة التي ستحمل المدرج الممدد عن المدرج الأول السابق. إلى الجهة الشمالية حيث سنجد أيضا هذا الفصل بين المدرج السفلي الذي يتكون من مدرجات إضافية نظرا لهامش الامتداد داخل الملعب، بهدف تقليص المسافة الطويلة بين الجهتين الشمالية والجنوبية وأرضية الملعب، والتي تحدثنا عنهما في مقطع سابق. هناك إشارة أخرى وهي هذه الأشغال التي تتم في هذه المناطق، حيث يبدو وكأنها أشغال استخراج القضبان الحديدية المخفية قصد ربطها بالمدرج الذي سيتم تمديده من المدرج العلوي السابق من أجل أن يتخذ وضعية البروز. ووجود هذه الكتل الحديدية الخاصة بالأعمدة دليل آخر على ذلك. كخلاصة لما قلناه، فالإشارات القادمة من موقع الأشغال تدل على أن المدرج الجديد سيتم تقسيمه إلى قسمين. قسم سفلي سيتشكل من 5 مدارج فقط، يعلوه ممر للجماهير، ثم فوقه مدرج يتخذ وضعية البروز ويشكل امتدادا للمدرج الأول السابق، وهذا الأمر يعتبر تجسيدا واقعيا للتصميم الذي ذكرناه. ولكنني أعيد وأكرر بأن هذه المعطيات ليس لها أي طابع رسمي، وإنما هي مجرد وجهة نظر شخصية بدافع الاهتمام وليس بدافع التخصص.
تحدثنا في فيديو سابق عن الفرق بين سرعة أشغال ملعب الرباط وبطء أشغال ملعب طنجة. في هذه الفقرة سأتحدث عن عامل مهم يحدد طبيعة الأشغال المطلوبة، خاصة في ورش كبير كملعب كرة القدم بحجم ملعب طنجة. هذا العامل هو نوعية التربة. معلوم بأنه وقبل الشروع في بناء المباني الكبيرة يتم تحليل طبيعة التربة المشكلة لموقع الأشغال، وبناء على نتائج هذه التحاليل يتم تحديد أنواع الأساسات المطلوبة وعمق وطول الأعمدة وطبيعة الأشغال، وكذلك أنواع مواد البناء وغيرها من الأمور التي يتحكم فيها التركيب المعدني والميكانيكي للتربة. هذا العامل شكل محددا رئيسيا لطبيعة الأشغال الجارية في ملعب طنجة حاليا، فكثافة الكتل الخرسانية والأعمدة الحديدية التي تشكل هذه الأساسات والأسوار المترابطة راجع بالأساس إلى طبيعة ونوعية التربة السائدة، والتي تتطلب وجود هيكل قوي ومتماسك، إضافة إلى تجنب الآثار الكارثية لسوء التعامل مع نوعية التربة. هذه التربة يجب أن تكون متوازنة كيميائيا ومتعادلة الحموضة لكي لا تساهم في تآكل مواد البناء، وأن تكون ثابتة خلال فترات الجفاف والرطوبة لكي لا تسبب الشقوق في الأساسات، وأن تكون أيضا قوية تحت ضغط وزن الملعب الكبير، وكذا قدرتها على التعامل مع العوامل الطبيعية كالأمطار. هذه العوامل كلها هي من ساهمت في اختيار طريقة البناء هذه، والتي تتميز بكثافة الكتل الخرسانية والحديدية وتماسك وترابط الأجزاء المبنية كما توضح الصور. نشر موقع لوديسك مقالا حول تكلفة تجديد الملاعب المغربية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية وكأس العالم. المقال تضمن صورا تقريبية للملاعب المعنية، حيث أثار انتباه المتابعين صور كل من ملعب طنجة والرباط، حيث ظهر الملعبان بتصاميم خارجية جديدة. والذي يهمنا في هذا المقطع هو تصميم ملعب طنجة، وأكثر ما أثار الجدل بخصوص هذا التصميم هو شكل السقف. فما حقيقة هذا التصميم؟ أولا، لا يمكن بأي شكل من الأشكال الجزم في كون هذا التصميم هو التصميم الرسمي المعتمد، ما دامت الجهات الرسمية اختارت التكتم حول الأمر. الأمر الثاني، فمقارنة سريعة بين هذا التصميم والتصميم المسرب الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة يظهر تقاربا كبيرا في شكل السقف، خاصة بوجود هذه الخطوط الطويلة والعريضة وهذه الحلقة الداخلية للسقف، وحتى المحيط الخارجي يبدو فيه بعض التشابه النسبي، فلا يستبعد أن يكون ما نشره موقع لوديسك تصميما رسميا مسرب في انتظار التأكيد الرسمي. في ختام هذا الفيديو أريد معرفة آرائكم وتوقعاتكم بخصوص المدرجات الجديدة في ملعب طنجة. هل تتوقعون مدرجا واحدا أم سيتم تقسيمه إلى مدرج صغير وآخر امتداد للمدرج العلوي؟ وما رأيكم بخصوص التصميم الذي نشره موقع لوديسك؟ هل تتوقعون بأنه التصميم الفعلي للملعب أم مجرد صورة تعبيرية من الموقع؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا أيضا مشاركة الفيديو تشجيعا لنا على الاستمرار. شكرا لكم على المشاهدة. السلام عليكم.